السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وطاعة دايما لله. من مطبخ التوفيق اختكم في الله زينب ابو هشام. النهارده جايين نعمل الكباب والريش. زي ما انتم شايفين المنظر جميل ورائع، ونعملها في البيت ومضمونة النظافة وكمان اسهل واسرع وارخص. زي ما انتم شايفين، تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي. نبدأ بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف مقاديرنا ايه. عندنا الكمية اللي احنا عايزينها من الكباب، سواء إذا كان نص كيلو أو كيلو أو 2 كيلو، على حسب العزومة اللي انت بتعزميها أو أفراد الأسرة، أو على حسب إمكانياتك. برضو عندنا هنا اهوت برضو الكمية اللي احنا عايزينها من الريش، زي ما انتم شايفين كيلو أو نص كيلو أو الكمية اللي انت عايزاها. بالنسبة للتتبيلة عندنا نص كيلو بصل فرمينه وعصرينه زي ما انتم شايفين كده بالمصفى بتاعت الشاي، عايزين المية بتاعته بس. عندنا 4 طماطمات ضربنا في الخلاط ومصفينها من البذر والقشر. عندنا نص كوباية ليمون، عصير ليمون، نص كوباية او ربع كوباية زيت، وربع كوباية خل. وعندنا الزعتر فريش، او لو مش عندنا يبقى زعتر بودرة. عندنا شوية توم، وطبعا الفلفل والملح بتاعنا هو الوحيد من التوابل، لان طبعا اللحمة تتحدث عن نفسها ومفيش اي تطعيمات تبقى اقوى منها او تأثر. مفيش الا الملح والفلفل، غير اي تتبيلة لاي حاجة تاني. نبدأ يا حبايبي. هنتبل المكونات طبعا سهلة بسيطة جدا جدا. هنتبل الكباب والريش بتاعنا. ممكن تتبليها ببصل بس وملح وفلفل، يعني شوف ابسط حاجة، لان هي طبعا زي ما انا قلت لكم قوية جدا وطعمها بيبقى مؤثر. زي ما انتم شايفين كده مكوناتنا كلها. هنعمل بولة ونخلطها مع بعضيها، ونبتدي بقى نحط نغمسها في الكباب والريش من مدة ساعتين أو ليلة كاملة. كل ما بتقعد أكتر كل ما بتبقى التطريمة بتاعة التتبيلة بتخش في عمقها وتديني الطعم، وكمان بتساعد على التسوية. زي ما انتم شايفين كده جبنا بولة هنركب فيها الخلطة بتاعتنا. ادي عصير البصل الخطير بتاعنا. طبعا احنا بنعصره من التفل بتاعه عشان خاطر ما يبقاش في حاجه واحنا بنشوي تقع يعني على الفحم وتحرقه وتبقى ايه مش كويسه. وادي عصير الطماطم بتاعنا مصفيينه زي ما انتم شايفين. وادي عصير الليمون بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ادي شويه الخل بتوعنا قيمه ربع كوبايه او نص كوبايه صغيره. وادي الزيت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وادي الثوم بتاعنا. وادي شويه الزعتر فريش جميل جدا جدا، بيدي تطعيمه حلوه قوي. ادي معلقه العسل ديت بتساعد على التسويه بتاعه اللحمه وبتخلي طعمها حلو. زي ما انتم شايفين كده هنحط طبعا الفلفل بتاعنا. ادي الفلفل بتاعنا. وادي معلقتين الملح المهزوزين زي ما انتم شايفين كده. هنقلب بقى ايه الخلطه بتاعتنا دي في منتهى البساطه اهي زي ما انتم شايفين. ونجيب بقى ايه بلاستيكات نحط فيها الكباب. طبعا احنا قلنا ما قلتلكمش ان هو كباب من الفيليتو، بتبقى مستويه يعني بتسيب بسرعه ما بتاخدش زي ما انتم شايفين كده. ودي ريش زي ما انتم شايفين كده قلبناها كويس. ابتدي بقى ايه احط الريش فيها واطلعها احطها في البلاستيكيه كده زي ما انتم شايفين كده. وهنحط على الوش ايه هنرصرصها بالطريقه دي اهي. كلها سائله مفيش حاجه فيها تفل خالص زي ما انتم شايفين كده.
يعني لو مستعجلين عليها قوي ساعتين، لكن لو تعمليها مثلا تتبليها وتقومي الصبح تعمليها، يبقى ايه زي ما انتم شايفين كده اهي. طبعا عشان البلاستيكيه كبيره هنقسمها نصين كده، وبعد كده اهوت وهنعمل برضو اللحمه زي ما انتم شايفين كده اهي. وبعد كده هنرمي كل التتبيله دي جواها، يعني فوق منها كده. زي ما انتم شايفين كده الكميه اللي احنا عايزاها، لا بمقادير ولا بمعايير، واللي موجود عندك دايما اعمليه اهو. زي ما انتم شايفين كده كده ايه اخر حاجه تيجي بقى ايه عاملاها عليها زي ما انتم شايفين كده. واللي اتبقى هنحطه على الوش كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده اهوت اهي. هبتدي بقى اغطيها تتبل بقى عندي من ساعتين لليله زي ما انتم شايفين كده، ونشوف هنعمل ايه. كده ليه مواصفات الفحم علشان خاطر يولع معانا بسرعه، يكون مخصص للفحم ويكون خفيف يعني للشوي. وتبص تلاقيه كده ايه خفيف جدا يعني جدا. تبص تلاقي حتى لو مسكتي اي حاجه تلاقيه يتكسر بسهوله. زي ما شايفين كده يكون من مكان موثوق فيه عشان ما يبقاش مليان رطوبه. بنلمه كله على بعضيه زي كده اهوت. يبقى اختيار الفحم اللي هو بتاع الشوي وما بيبقاش فيه رطوبه ولا ميه عشان يقدر يولع منك بسرعه. والفحم البلدي بيقعد فتره طويله عشان يولع. في برضو فحم مخصص للشوي وكده اهوت. زي ما انتم شايفين كده وزنه يبقى خفيف. وهنشوف بقى هنولعه ازاي. عندنا طريقتين. الطريقه اللي احنا كنا بنعملها زمان دي الطريقه هي على بنحط شويه من الفحم على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. هنفتح عليه زي ما انتم شايفين كده اهو، حاطينه على 2 عين كميه من الفحم زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه يبقى والع لغايه لما يستوي، وبعد كده نحطه في نص الفحم وبعد كده نهوي عليه. دي ايه دي طريقه. نشوف الطريقه التانيه. ادي عندنا ورق كراسه بنقويه كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. ابتدي ابله اهو، ابتدي ابله بالزيت من جميع النواحي زي ما انتم شايفين كده. ابتدي انا احطه وايه اسنده كده اهوت بالفحم واولع عليه. عشان طبعا الزيت بيخليه ايه يفضل فتره طويله والع زي ما انتم شايفين كده. ممكن نحط اكتر من ورقه في كل حته كده زي ما انتم شايفين كده عشان يولع ايه الفحم. وادي طبعا هنهوي عليه زي ما انتم شايفين كده عشان يلقط ايه مع بعضيه. ادي هنحط برده كذا ورقه في كذا مكان. دي طريقه. وبرده على البوتاجاز دي طريقه تانية. الطريقتين دول زي ما انتم شايفين كده. ادي الفحم بقى ايه نحاول نحط عليه فحم حوالين منه، ونولع برده ورقه تاني في اماكن تانية زي ما انتم شايفين كده. الدخنه ابتدي بقى ايه يوجه يا اما مروحه عليها. ادي مسكت من تحت اهي، دي اهي مسكت من تحت اهي. ابتدي اولع عليها يا اما زي ما انتم شايفين كده هوايه زي كده اهو، زي كده اهو. ابتدي بقى ايه اهوي بيها يا مروحه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده كل ما تهويها كل ما النار ما تقيد فيها اكتر اهو زي ما انتم شايفين كده. وبتولع بالطريقه دي طريقه ورق بتقويه وتحطيه في زيت وتدفسيه. عايزه ورق تاني تقوم حاطاه في اماكن تانيه. بس ايه التهويه زي كده اهو تخلي ايه تطلع النار في منتهى البساطه. يبقى عندك طريقتين.
الطريقه القديمه بتاعتنا، وادي الطريقه دي بتاع الورق اللي فيه الزيت عشان يفضل ايه اطول وقت في قلبيه نار. يعني زي ما انتم شايفين كده مكان الزيت بيبقى فيه نار، وادي الفحم لقط منه لان ده فحم اهو، باين قوي من هنا اهو، باين الفحم من هنا لقط من اللي جنب منه لغايه لما بيرقص في كله زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده بيولع اهو، واقوم حاطه عليه اللي هو البعيد زي ما انتم شايفين نفس الطريقه كده لغايه لما كل الفحم يولع معاه. دي اسهل طريقه. وزي ما انتم شايفين كده دي ولا نهائي مستعد لايه لاي شوي فوق منه زي ما انتم شايفين. طبعا الريش بنحطها في كده اهوت، نحطها كده زي ما انتم شايفين، وادي ولعنا الفحم اهو. هنحط الريش كلها في المكان ده ونحطها على النار اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده كلها حطيناها، واعمل كده اهوت اقوم قافلاها عليها اهو، اقوم قافله بالقفل كده اهوت واحطها على الفحم. زي ما انتم شايفين كده ادي الفحم كله والع. هبتدي احطها كده اهوت على ارتفاع 10 سم او 15 سم واحطها وهوي طبعا بايه زي ما انتم شايفين كده. نهوي بقى بالريشه عشان ايه الفحم يشتغل وكمان الريش بتاعي. ادي بقى السيخ بتاعتنا. هبتدي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حطيت شويه بابريكا اللي احنا عملناه قبل كده في القناه اهي يا حبايبي كده لغايه الاخر، قبل الاخر بشويه عشان ما نحطهاش على النار عشان الخشبه ده ما ايه ما يتحرقش. ونحط ادي الليه عشان طبعا ايه تدينا تطعيمه حلوه، لان اللحمه زي ما انتم شايفين هي كده حمرا اهي اهي يا حبايبي، وايه وكشكشها ببعض اهي. ابتدي اعمل كده اهوت اهو، عامله السيخ. ممكن احط ليا وحتتين لحمه، يعني ممكن في السيخ ايه احط 2 وبعد كده ايه احط 1 اهو. طبعا الليله لما بتسيح بقى وعلى الفحم تدي ايه ريحه جميله. زي ما انتم شايفين كده مش عايزين نتقل على السيخ. هي اللحمه بصي يعني هي مهريه خالص مع التتبيله اللي احنا ايه قعدنا فيها. زي ما انتم شايفين كده ابتدي بقى ايه املى اللحمه بتاعتي اهي في منتهى السهوله قبل الاخير بشويه اهي. ادي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنشوف النار كده الاول. زي ما انتم شايفين كده قلبناها الناحيه الثانيه لغايه لما يبتدي يحمر زي ما انتم شايفين كده بطريقه الشوي الجميله دي. نبتدي نكمل بقى بقيه اللحمه الكباب زي ما انتم شايفين كده. يعني نستغل الوقت عقبال ما الريش تستوي يكون انا ايه عملت الكباب. زي ما انتم شايفين كده طلعناه وحطينا ايه مكانه في الكباب. وادي الكباب على النار بعد ما عملنا الريش زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده ادي الكباب يا حبايبي يا جماله الله عليه. وادي الريش وادي الرز بالصلصه، الرز الاحمر الجميل زي ما انتم شايفين كده اهوت.
يا رب يكون الكباب والريش وصفة سهلة وبسيطة عليكم وتنال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله وأمنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى لكم السعادة والهنا والسعادة والهنا دايما في طاعة الله وبعد عن المعاصي. يا رب يتقبل منا ومنكم طاعتكم وصلاتكم وصالح أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.